ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى من ترند في الخمسينة. تعالوا نعمل الفول في الحلة. انا عندي القدرة بس قلت النهاردة اعملها في الحلة عشان اللي ما عندوش قدرة يعمل الفول زي انا قعدت كيلو فول بقاله اكتر من 3 4 ساعات، وابتدي ايه وغسلته كويس الاول وهشيله واحطه في الحلة. والحلة كمان استانلس مش ألمونيا، يعني هيطلع زي الفل، يطلع فول عجمية فعلا. عندي نص كوباية فول مدشوش، نص كوبايه عدس، نص كوبايه رز. هغسلهم كويس جدا واجي احطهم على الفول اللي انا نقعاه بقالي ساعتين. عندي ليمونيه هقطعها شرايح كده، سلايس كده بسيط عشان تتهري وانتي بتسلقيها. بتدي لون حلو، تخلي الفول ما يسودش معاكي، وبتدي طعم برضو حلو للفول. عندي طماطميتين كده حلوين متوسطين او طماطميه كبيره. كل الحاجات دي على كيلو الفول. عايز تعملي نص براحتك، عايز تعملي ربع براحتك زي ما انت عايزه. بس انا بعمل الكيلو في الحله عشان يقعد معايا فتره حلوه، يعني يقعد اخد له اسبوع اسبوعين. حطيه في الفريزر، وقبل ما تطلعيه، قبل ما تيجي تستهلكيه طلعيه شويه كده هتلاقيه فك وتشتغلي بيه. حطيت عليه كميه ميه من الحنفيه عادي، بس لما يجي يستوي وهو داخل في السوا واحتاج ميه حطي ميه مغليه. اوعي تحطي ميه من الحنفيه. هنا دلوقتي اخد غلوه وطيت عليه خالص زي الشمعه. اخد معايا بتاع 4 ساعات على النار. شايفين الفول عامل ازاي؟ عجميه عجميه. دلوقتي خلاص سبته ما بيرد خالص بقى براحته خالص، وابتدي احطه في اكياس. شايفين الفول عامل ازاي؟ مهري عجميه. ينفع معاكي بقى في الفطار لو عايزه، لو في ان شاء الله ايام رمضان الجميله للسحور. اللي ما عندوش قدره هيعمل الفول ومفيش حاجه تستعصي علينا. مش هنجيب حاجه من بره تاني ابدا. عملت معاكم الطعميه قبل كده ودي الفول، وهنعمل كل حاجه في البيت ان شاء الله. مش هنضطر نشتري حاجه من بره خالص. كيلو الفول عمل معايا 12 كيس على قد الاستهلاك بتاعك بقى. تمام. ان شاء الله الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لنا بلايك شير سبسكرايب للقناه. مع السلامه.